يا هلا معاكم مون وقصة جديدة من قصص على المصطبة. جوزي صحاني من عز النوم الساعة 7 الصبح وبيقولي هاتي رقم الفيزا بسرعة، ماما واقفة في المحل وعايزة تشتري موبايل. بس هو وأمه ما كانوش يتخيلوا أبدا المفاجأة اللي كنت مجهزها لهم. إحنا متجوزين بقالنا 3 سنين تقريبا، وطول الفترة دي أنا استويت، جبت آخري حرفيا. كنت بشتغل من الصبح لليل، شايلة مسؤولية البيت، أكل شرب فواتير، وكل مليم بيتصرف. وفي المقابل جوزي ما حاولش ولا مرة واحدة إنه يدور على شغل. قبل الجواز كان بيشتغل شغلانات متقطعة، لكن أول ما عشنا سوا قرر فجأة إن مسؤولية الصرف دي بقت بتاعتي أنا لوحدي. بس الأسوأ من ده كله كانت والدته. الست دي كانت مقتنعة تماماً إن ابنها لازم يصرف عليها في كل حاجة، هدايا، لبس، علاج، خروجات، وحتى الرفاهيات. ما كانش بتهتم أبداً إن مصروف ابنها ده هو في الحقيقة فلوسي أنا، شقاية وتعبي ودموعي اللي بتنزل كل ليلة من قلة النوم. وهو كان بياخد فلوسي بانتظام، يديها لها، يشتري لها هدايا، ويبعت لها أي مبلغ تطلبه. وأنا كنت ساكتة، بستحمل وبقول لنفسي دي أسرة ولازم أضحي عشان المركب تمشي. بس مؤخراً هم عدوا كل الحدود. حماتي بقت بتبعت لي رسائل شبه يومية، عايزة مكياج، عايزة بلوزة جديدة، ساعديني في قسط القرض. وجوزي ما بيقولش غير جملة واحدة: ماما لازم تعيش كويس. بالنسبة لهم أنا كنت مجرد محفظة بتمشي على رجلين. اليوم إياه كان أجازتي الوحيدة، أول يوم أقدر أنام فيه بجد. يا دوب غمضت عيني وفجأة جوزي فتح الباب بعنف، شد الغطا من عليا ووطى عليا بيكلمني كأني الخدامة بتاعته: يلا بسرعة قوليلي رقم البطاقة بسرعة، ماما واقفة في المحل وعايزة تشتري موبايل. كنت نايمة ومش مستوعبة اللي بيحصل. هو عارف إن مرتبي نزل امبارح، وعارف إني لسه ما صرفتش منه مليم. بصيت له وقلت له بهدوء: تشتري بفلوسها هي. هنا انفجر فيا، بدأ يزعق ويقول لي إني بخيلة وإني مش بحترم أمه وإن ماما تستاهل أحسن حاجة في الدنيا. أهني وهددني وأمرني. وفي اللحظة دي أدركت الحقيقة: كفاية كده. لا في صبر تاني، ولا احترام، ولا محاولات يائسة عشان أنقذ حاجة هي أصلا ميتة. كنت رتبت خطة هادية بسيطة بس توجع. اديته رقم الفيزا، بس اللي عملته بعد كده مش ندمانة عليه لحظة واحدة. هو نزل يجري وهو مبسوط من غير حتى ما يقول شكرا. أنا غمضت عيني واستنيت رسالة البنك، وأول ما شفت رسالة الخصم وإن معظم مرتبي طار في عملية شراء الموبايل، قمت فوراً واتصلت بالشرطة. قلت للضابط بمنتهى الهدوء: بطاقتي اتسرقت والفلوس اتسحبت من غير إذني. أيوة أعرف عنوان اللي عمل كده ومستعد أعمل بلاغ. بعد ساعات قليلة اتقبض على حماتي في بيتها، والموبايل الجديد كان لسه في إيدها. اترحلت على الاسم وهي بتحاول تبرر وتقول ابني هو اللي اداني الإذن، لكن البطاقة باسمي أنا، والشراء تم من غير موافقتي، والقانون واضح: دي سرقة كانت بتواجه غرامة وممكن قضية جنائية. أما جوزي رجع البيت بيصرخ ويقول لي إني ضيعت حياة أمه وكسرتها. ببرود أعصاب جمعت هدومه ورميت شنطته بره باب الشقة، وقلت له: قعدت 3 سنين عايش على قفايا، روح اصرف على أمك بقى لو لسه فيك حيل. وقفلت الباب في وشه. فضل يخبط ويرزع ويشتم ويهدد دقايق طويلة، بس أنا ما فتحتش. لأول مرة من سنين حسيت إني أنا اللي في إيدي القرار. قعد ورا الباب ينهج من الغضب، وبعدين صوته وطي وحاول يستعطفني: طب افتحي اتكلمي، انت عايزة تخربي البيت؟ رديت عليه من ورا الباب: البيت انت اللي خربته من زمان، أنا بس فقت. سكت لحظة وبعدين سمعت صوت خطواته وهو بيمشي. تاني يوم الشرطة كلمتني،
قالولي إن التحقيق شغال وإن والدته اعترفت، بس حاولت تلبسني تهمة إني أنا اللي سمحت ليها. لكن سجلات الرسائل والمكالمات أثبتت العكس. وأنا في القسم عشان أقول أقوالي دخل هو، وشه دبلان، عينيه حمرا وهدومه مبهدلة. قرب مني وحاول يتكلم. تعالي نحل الموضوع ده ودي، ماما تعبانة وانتي كده هتكسريها. بصيت له نظرة طويلة خالية من أي مشاعر وقلت له انتوا اللي عملتوا في نفسكوا كده، أنا ما عملتش أكتر من إني أخدت حقي. حاول يمسك إيدي فبعدتها عنه بقوة. قال لي بكسرة طب ارجعي معايا وأنا هشتغل والله، بس خلينا نعدي الأزمة دي الأول. ابتسمت ابتسامة خفيفة، ابتسامة واحد كشف الحقيقة. انت مش زعلان على أمك، انت زعلان إن سبوبة فلوسك ضاعت. الكلمة نزلت عليه زي القلم، ما نطقش حرف. رجعت بيتي وأنا حاسة بخفة غريبة، كأن الجبل كان على قلبي ونزاح. الأيام اللي بعدها صدر الحكم. القضية خلصت بغرامة مالية كبيرة، واتسجلت في ملف حماتي سابقة في سرقة، وصمة عارها تفضل معاها. أما هو ما بقاش يجرؤ يقرب من بيتي. بعت رسايل كتير في الأول، سامحيني، هنبدأ من جديد، هشتغل أي حاجة، بس أنا ما رديتش. ومع الوقت اختفى. بدأت استغيث حياتي، راحتي ونومي وكرامتي. رجعت لهواياتي وركزت في شغلي، وبدأت أشوف وشي الحقيقي في المراية. وش ست قوية ما كانتش تعرف قوتها غير لما وصلت لحافة الانهيار. وفي يوم وأنا قاعدة بشرب قهوتي في هدوء، جاتني رسالة أخيرة منه، قصيرة جدا: عندك حق، أنا اللي ضيعت كل حاجة. بصيت للرسالة ومسحتها من غير تردد. رفعت راسي، أخدت نفس عميق وابتسمت. الماضي انتهى خلاص، ودلوقتي أنا بدأت.